يا مساء التخفيل على كل واحد لسه فاكر ان اليوتيوب معناه انك ترفع الفيديو وتستنى ال2 سنت بتوع جوجل ادسنس. المعادله اتغيرت تماما يا معلم. بص يا صاحبي، لو فاكر انك عشان تعمل قرشين لازم تقعد تمارس الشحاته الالكترونيه بتاعت لايك واشتراك قليل يمنع بلاوي كتير، او انك تستنى خوارزميات يوتيوب تحن عليك، للاسف ده بلح بمعنى الكلمه، لان معناه ان حضرتك لسه عايش في عصر النوكيا 3300. الدنيا اتغيرت يا معلم تماما. دلوقتي جوجل في الانعاش والاي اي هو اللي ماسك الحديده. النهارده في قناه استخبص هقول لك ليه قنوات كتير هتقفل، وازاي تخلي بريبلكستي وشات جي بي تي هم اللي يشتغلوا عندك سماسره ويجيبوا لك زباين كمان لحد عندك. اجهز علشان اللي جاي تقيل ومحتاج دماغ زيرو تعفن وحشو. بعد الفاصل هنبدا اول حلقه. تخيل معايا كده، انت تعبت وصورت وعملت مونتاج وفي الاخر الفيديو بتاعك ما جابش غير 3 مشاهدات اول عن اخر، 2 منك وواحده من الجيرل فريند بتاعتك، ربنا يخليها لك. طب ليه؟ علشان السيو او الاس اي او اللي بيقول لك حط الكلمه المفتاحيه في العنوان بقى موضه قديمه زي البنطلون الشارلستون. الناس ما بقتش تدور في جوجل او تدخل على مواقع، الناس بتروح على طول شات جي بي تي وتقول له يا عم الشات يا قريب حسين الشحات من احسن واحد بيعلم جرافيك في مصر، او اشتري كورس مين في التسويق وحياة ابوك. لو اسمك مش موجود في اجابه الاي اي ده معناه انت بالنسبه للربح من اليوتيوب ساقط كيك. وهنا يا معلم مربط الفرس، فاللي فات كوم واللي جاي شبين الكوم. طب ايه الحل يا كبير؟ الحل في كلمه واحده، جيو او جي اي او، جنريتيف انجن اوبتمايزيشن. طبعا ده مش اسم دكتور اعصاب ولا حاجه، ده معناه تحسين محركات البحث التوليديه. يعني ازاي تخلي ال ام اس او النماذج اللغويه الكبيره زي جيميناي وشات جي بي تي يحبوك ويقعوا كمان في دباديبك. في ابحاث من جامعه برينستون وجورجيا تك بتقول ان الاي اي بيختار اللي يظهر في اجابته بناء على حاجه اسمها السايتشنس او براند اثورتي. يعني ايه؟ يعني مش بالقطره، لا بالسمعه. لو الاي اي لقاك مذكور في مواقع تقيله ومصادر موثوقه كخبير، هو بنفسه هيحط رابط قناتك في اجابته، خبط لزق كده. انت متخيل؟ يعني شات جي بي تي هيبعت لك واحد جاهز يشتري على الفرازه، سواء كنت شغال في منتجات رقميه او تسويق بالعموله او غيرها. وبكده يا معلم هتكون رحمت نفسك من الفرجه والتسليه بلاش. وعلشان تظهر بنسبة 400% أكتر وأكتر محتاج تعمل 3 حاجات أسهل من سلق البيض، وده بتليفونك بس. أول استراتيجية الذكر، ذا منشن، اللي هي قالولو. يعني ايه؟ يعني لازم اسم قناتي اللي اسمها استخبص يكون مربوط بكلمات معينه. ساعتها الاي اي بيعمل حاجه اسمها وورد اسوسيشن. يعني ايه؟ يعني انتساب للكلمات دي فيوجه الترافيك المجاني باتجاه قناتي ببلاش يا عم. الحاجه الثانيه المصادر المفتوحه، ارمي معلوماتك في ويكيبيديا، ريدت، كورة، اعمل حسابات هناك كتير. ليه؟ لان الاي اي بياخد معلوماته من هناك يا وحش. تالت حاجة لازم تستخدم حاجات اسمها ادوات التتبع. في اداة جديدة اسمها keyword.com، دي لسه تمام طازة، تم اطلاقها مؤخرا، واي اي تريكر دي بتعرفك انت ترتيبك كام في عقل شات جي بي تي. لو انت ما استخدمتش دول كده يا معلم انت بتنشم في الضلمة. في نهاية حلقة استخبص عايز اقول لك اللي سبق كان النبأ، الاي اي مش هيحل محلك وده مؤكد، بس استنى بس ما تطمنش قوي كده، لان اللي بيستخدم الاي اي هيحل محلك ويقعد مكانك ويشرب قهوتك كمان. لو لسه مش مصدق يا عمهم روح اسأل شات جي بي تي عن احسن قناة بتقدم محتوى تقني مختلف ونادر كمان، وشوف هيرد يقول لك ايه. لو ما لقيتش استخبص اللي هو انا يبقى لسه ورانا شغل كتير وشغل بالعبيط. طبعا مش هتلاقيها، ده لسه اول حلقه يا جدع. استنونا الحلقه الجايه، موضوع النار وسلام يا كبار.